ازيكم يا دكاترة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزين نبدأ مع بعض كورس المصطلحات الطبية. حرفيا هنبدأ من نقطة الصفر ونبدأ كده نبني الهرم مع بعض لحد ما نوصل للقمة بإذن الله. عايزين نبتدي الكورس يا جماعة اللي احنا نعرف أشهر المصطلحات الطبية اللي انت هتقابلها في منهجك بنسبة 100%. وانا مش عايزك مجرد حافظ، يعني مش عايزك تعرف معنى كذا معناها كذا، لا انا عايزك تعرف أصول ومصادر الكلمات دي، بحيث ان انت لما الدكتور في المحاضرة يقول كلمة جديدة او تقابل كلمة جديدة انت تعرف تتوقع او تستنتج معناها، مش مجرد حافظ وخلاص. فبسم الله نبدأ مع بعض. عندنا اي مصطلح طبي او اغلب المصطلحات الطبية بيتكون من 3 حاجات: الروت بتاع الكلمه اللي هو جذر الكلمه، وعندنا البريفكس والسفكس. البريفكس اللي هي حاجه بتتحط في اول الكلام تدي معنى معين، السفكس بتتحط في نهايه الكلام تدي معنى معين، اسمها بادئه ولاحقه. خدتوها تقريبا في ثالثه ثانوي. فبصوا يا جماعه، مثلا اللي احنا نكتب مع بعض كده، نضرب مثال مع بعض. عندنا كلمه comfort، معناها ايه؟ معناها راحه. لو جيت قلت لك مثلا حطيت comfortable، يعني حطيت كلمه able. ايبل دي اللي هي suffix ضفناها في نهايه الكلام، معناها حاجه مريحه. يعني يبقى عندنا comfort اللي هي روت الكلمه comfort، عندنا كلمه able اللي هي السفكس. هنضيف بقى prefix تغير معنى الكلمه. لو كتبنا كلمه un، معناها ايه؟ uncomfortable. يبقى اتحولت من حاجه comfortable مريحه ل uncomfortable حاجه غير مريحه. كذلك يبقى un دي معناها prefix. عندنا مثلا ممكن نقول كلمه connected، لما يقول لك connected to the internet معناها متصل بالانترنت. لو ضفنا لها كلمه this في الاول، disconnected معناها ايه؟ غير متصل. كلمه regular معناها ايه؟ منتظم. لو ضفنا I و R في الاول معناها irregular، يبقى غير منتظم. عندنا حاجات كتيره، عندنا organized منظم، disorganized معناها غير منظم. دي حاجات مش مهمه، ولكن عشان اضرب لك مثال انت اوريدي عارفه فبالتالي يوضح لك الصوره. نيجي بقى للبريفكس المهمه اللي هي عليك في المنهج وهتقابلها بنسبه 100%. عايزين نحفظ الاول مع بعض كده ونفهم الكلمات دي جت منين. يوني باي تراي، يوني واحد احادي، باي ثنائي، تراي ثلاثي. يوني يا جماعه عندنا مثلا نفتكر ازاي انها معناها احادي. عندنا يونيفورم اللي هو زي موحد، فزي موحد دي تفكرك برقم واحد. عندنا كلمة يونيكورن اللي هو وحيد القرن. عندنا يونت اللي هي وحدة. عندنا يونيك اللي هو حاجة وحيدة أو فريدة من نوعها. فكل الكلمات دي أولها إيه؟ يوني يوني يوني، يبقى حاجة أحادية. فيوني واحد. عندنا باي، عايزك أول ما يجي لك كلمة أولها كلمة باي كده تحس إن اتنين بيشاوروا لبعض بيقولوا باي. اتنين بيشاوروا لبعض، فباي معناها ثنائي. يبقى باي اتنين بيشاوروا لبعض بيقولوا باي باي كده لبعض، فباي تفكرك بثنائي. الحاجات دي بحاول اطبعها في صورتك البصريه او ذاكرتك البصريه، بحيث ان انت اول ما تجيلك تفتكر الحاجات دي فتفكرك بالمصطلح على طول. عندنا مثلا كلمه مشهوره اسمها باي لينجوال، بيقول لك معاه لغتين يبقى ثنائي اللغه. عندنا مثلا يقول لك بايسبس اللي هي العضله اللي هي هنا بايسبس، عندنا هنا البايسبس وهنا الترايسبس، تمام؟ فدي كلها اسمها بايسبس ليه؟ باي ثنائي، سبس رؤوس، فمعناها العضله ذات الراسين. لينجوال لغه، وباي ثنائي فهو ثنائي اللغه. احنا كده بنستنتج معاني الكلمات من خلال حاجات بتتحط في الاول اللي هي اسمها بريفكس، اتفقنا؟ عندنا تراي يا ابطال. تراي معناها 3، تفتكرها ازاي؟ عندنا حاجه مشهوره اسمها تراينجل اللي هو مثلث اللي هو بيتكون من ثلاثه اضلاع، تراينجل، تمام؟ عندنا مثلا ترايسبس اللي هي عضله ذات 3 رؤوس اللي هي هنا، يبقى عندنا هنا بايسبس هنا ترايسبس. ده كله يفكرك بكلمه تراي معناها 3. يبقى عايزين كده نراجع مع بعض يا جماعه. يوني افتكرنا اليونيفورم معناها احادي، يبقى حاجه احاديه. عندنا باي اتنين بيعملوا لبعض باي، حاجه ثنائيه اتنين. عندنا تراي افتكرت الترايسبس، افتكرت التراينجل مثلا، فكده ثلاثيه. يوني باي تراي، يوني باي تراي. نيجي بقى نطبق الامثله دي في الطب. لما اقول لك يوني لاترال دي معناها جنب. يعني مثلا لما اقول لك الحاجه دي في الجنب ده يوني لاترال يبقى حاجه على جنب واحد، النقطه دي مثلا على جنب واحد. لما اقول لك باي لاترال اولها باي يبقى حاجه ثنائيه، باي لاترال يبقى حاجه في جنبين. يعني مثلا حطيت لك نقطه هنا ونقطه هنا، يبقى اقول لك نقطه مثلا احددها لك في النقطه دي، هي دي على جنب واحد ولا على جنبين؟ كده جنب واحد يبقى يوني لاترال. لما نقطتين كده يبقى باي لاترال، حاجه موجوده في الجنبين او الناحيتين.
عندنا ترايجليسرايد. الجليسرايد ده نوع من الدهون، فلما يقول لك ترايجليسرايد نوع من الدهون اسمه الدهون الثلاثيه. فعندنا يوني لاترال، يوني احاديه، لاترال على جنب، يوني لاترال على جنب واحد، باي لاترال على جنبين. ترايجليسرايد معناها الدهون الثلاثيه. كده عرفنا اول حاجه في البريفكس اللي هي مهمه جدا، يوني باي تراي. 1 2 3. دكتور حسام، ايه رايك نحفظ الناس كل الحركات في دقيقه بالظبط؟ في دقيقة؟ بالظبط. يلا بينا. هناخد كل كلمه وعكسها. تمام. عندنا فليكشن واكستنشن. عارف الاكستنشن اللي بيعملوه البنات؟ عشان يفردوا شعرهم ويطولوه. يفردوا. يبقى اكستنشن معناها ايه؟ معناها انه يفرد. بالظبط. يبقى اكستنشن معناها حركة الفرد. بالظبط. عكسها الفليكشن. فليكشن تاني. بالظبط. تمام. هناخد ادكشن وابدكشن. عارف الابدكشن اولها ابد، ابدكشن ابعد، ابعد. ابدكشن ابعد. ابعد. بالظبط. ادكشن اولها ايه؟ اد. انت بتعمل لحد اد ليه؟ عشان نقرب المسافات. جدع. يبقى ادكشن قرب، قرب. ابدكشن ابعد، ادكشن قرب. شفت سميرة من دي لما عندنا برونيشن وسوباينيشن. سوباينيشن تحسك بتقول سبحان الله، سبحان الله. سوباينيشن يبقى سوباينيشن ده الوضع بتاعها، سوباينيشن يبقى العكس برونيشن. عكسنا. تاني فليكشن اتني، اتني. اكستنشن يفرد. يفرد، ابدكشن ابعد، ادكشن قرب. بقوم الصبح تمارين الصباح يا افطار. تمارين الصباح، يلا نعملهم بجد. ماشي. يلا فليكشن، اكستنشن، ابدكشن، اقصر شويه، ادكشن. ماشي. عندنا سوباينيشن، سبحان الله سبحان الله، برونيشن، يعني انت بتاخد ثواب وتتعلم كمان. اتفقنا؟ اتفقنا. فليكشن، اكستنشن، ادكشن، ابدكشن، برونيشن، تعالى سوباينيشن. كده ناخد كده اكزامبل كده ونشوف مع بعض. فليكشن، اتني، اكستنشن، افرد، ادكشن. اد. عملت حد اد يبقى عشان اقربه يبقى قرب. يبقى قرب. ماشي. ابدكشن ابعد. ابعد كده. تمام. سوباينيشن، سبحان الله سبحان الله. في الحالة دي كده. برونيشن كده. العكس. تمام. تمام. عندنا حركتين بسيطه كده اسمها internal روتيشن واكسترنال روتيشن. الحركه دي اصلا اسمها روتيشن، لما لجوه كده اسمها internal، لبره اسمها external روتيشن. تمام. يبقى كده internal روتيشن، كده external بما روتيشن. ان انترنال يعني داخلي فاحنا بندخل ايدينا جوه. بالظبط. اكسترنال يعني خارجي فاحنا بنخرج ايدينا بره. وروتيشن معناها حركه. اخر حركه بقى هنعرفها بسيطه اسمها سيركمدكشن. سيركم اصلا معناها على شكل دايره او شكل مخروط، فلما اعمل سيركمدكشن اوعى تعمل بدي عشان انت هتوديني سيركمدكشن. لا تقلقش، هي سيركمدكشن بدي بس. تعال. ماشي. تعال. سيركمدكشن يبقى نعمل كده بشكل دايره برضه كده. برجلك اللي هو ايه؟ عادي ممكن تحدد اي مفصل وتعمل عليه الحركات دي، يعني مش متوقفه على الذراع او الركبه بس. بالظبط. اتفقنا؟ عايزين نعيد الحركات تاني نراجعهم للناس. يلا بينا. يلا نبص للكاميرا. يلا. فليكشن، فليكشن، اكستنشن، اكستنشن، ابدكشن، ابدكشن، ادكشن، ادكشن، سوباينيشن، سوباينيشن، برونيشن، برونيشن. روتيشن، كده روتيشن، كده internal روتيشن، كده external روتيشن. دي بقى سيركمدكشن. اي حد جاله في التنسيق كليه طب او صيدله او تمريض او علاج طبيعي او اسنان او علوم، ركزوا معايا جدا. انا ودكتور حسام عيسى بنقدم لك اقوى دوره تاهيليه متكامله في الوطن العربي بفضل الله سبحانه وتعالى. من اهم المصطلحات الطبيه اللي هتقابلك، ازاي تستنتج اي مصطلح طبي يقابلك حرفيا مش تحفظه بس، واهم الاختصارات الطبيه واهم المهارات اللي لازم تعرفها قبل ما تدخل كليه. برضه بنقدم لك تيبس اند تريكس، نصايح للمذاكره ومصادر المذاكره اللي بيجي منها الامتحانات في الكليات الطبيه. وبرضه بنقدم لك بودكاست مع اشهر الدكاتره، وبرضه بنقدم لك بودكاست مع اشهر صناع المحتوى لكل كليه. بنقول لك ازاي تخطط واي حد حابب يشترك او يسال عن اي تفاصيل يبعت رساله للتيم، عباره عن 15 شخص شغالين 24 ساعه عشان يردوا عليك في نفس الدقيقه. هتلاقوا اللينك في الوصف وفي اول تعليق. ومستنيكوا يا دكاتره عشان نوصل للقمه مع بعض. سلام عليكم.